السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد من قناة FCCM للدروس الجامعية. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على أول موديل في SM بالنسبة اللي دايرين الشعبة ديال البيولوجيا الجيولوجيا، اللي هي هاد الشعبة في العام الأول SVT تتكون بحال جذع مشترك ما بين اللي دايرين لي SVE واللي دايرين لي STU. في العام الأول تيكون جذع مشترك، يعني داكشي اللي كيقراو لي STU هو اللي غادي يقراو SV، بحال كي كنتو تقراو في الجذع المشترك العلمي ملي كنتو بحال تقول في السانكيام. من بعد في العام الثاني عاد تولي تتفرع على حسب اللي دايرين لي STU واللي SVE. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا. دونك كيف قلنا اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الموديل ديال البيولوجي سيلولير، البيولوجيا الخلويه، اللي هو كتعتبر الموديل هو الموديل في الترتيب، هو الموديل رقم واحد في اس ان ولا في السيمستر واحد. بالنسبه لهذا الموديل ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هما اهم لي شابيتر اللي كاينين في هذا الموديل، كيفاش نتعاملوا مع هذا الموديل باش نقدروا نخدموا ونمشيو فيه مزيان، كيفاش انه كيفاش كيتحط الامتحان ديال هذا الموديل. اول حاجه غادي نديروا ان شاء الله واحد نهضروا واحد لافيش بريزونطاتوار ديال هذا الموديل ديال البيولوجي سيلولير. غادي نهضروا على كيفاش داير الكول، غادي نهضروا على لي تي دي، وغادي نهضروا على لي تي بي. من بعد غادي ندوزو باش نشوفوا شحال عندنا من لي شابيتر، ونهضروا على الامتحان الى غير ذلك. دونك المزيد من الدروس تقدر تلقاوها في سيت الجامعة learn.ika.ima ولا في سيت google.com/uka.ac.ma/bio.sm. بالنسبة لهاد السيت فهي تكون خاصة بالموديل ديال البيولوجي سيلولير، امبريولوجي، استولوجي اللي هو واحد الموديل تاع الاخر داخل في اس ان. دونك هاد السيت هي فاش غادي بالنسبه لها سميتو هاد السيت ديال سيت بوان جوجل بوان كوم، هادي اللي كاين هنايا. تنهضر انا على بالنسبه للتلاميذ اللي كاينين في قضاء عياد كليه اللي كاينين في جامعه قضاء عياد كليه العلوم السملاليه. فهو في هاد السيت راه غادي تقدروا تلقاو كاع الدروس ديال البيولوجي سيلولير ولا لومبريولوجي اوستولوجي. وهنا فين غادي تلقاو الاعلانات، متى غادي يكون عندكم لي تي بي، متى غيكون عندكم التي دي، متى يكون عندكم الكور، وحتى متى غادي يكون عندكم لي زيكزام. دونك هنا غادي تلقاو لي دوكيومون في هاد السيت، غادي تولجوا ليه، غادي تلقاو لي دوكيومون، غادي تلقاو فيه كلشي. دونك فيش بريزونطاتوار غادي نهضروا اولا على الكور. اشنو اللي كاين في الكور، اشنو غادي نديرو في الكور. الكور فيه ايتود دي زورغانيت سيلولير ستركتور اي فونكسيون. في الكور غادي ديروا الدراسه ديال لي زورغان الاعضاء الخلويه ولا العضيات، دي زورغانيت سيلولير، العضيات الخلويه، ستركتور اي فونكسيون البنيه والوظيفه ديالهم. دونك نتوما غادي تركزوا على مثلا على الغشاء السيتوبلازمي، غادي تكونوا تتركزوا عليه بالدرجه الاولى. غادي تنطلقوا من الغشاء السيتوبلازمي، من الخليه غادي تاخذوا خليه، غادي ديروا لها الدراسه من على برا ديالها من الغشاء السيتوبلازمي ديالها حتى كتوصلوا للنوايو. دونك هذه هي ليتود ديال لي زورغانيت سيلولير. الموديل ديال البيولوجي سيلولير كيهدف انه كديروا بحال التتمه ديال هذاك الشيء اللي كنتو قريتو على حسب اللي كان داير باك اس في تي. فراه تديروا التتمه على داك الحوايج، شي حوايج كنتو شفتوهم غادي غير ديروا التتمه عليهم، ولكن غادي توليو تعمقوا شويه في هذا الموديل، غادي توليو تعمقوا شويه في دوك الوظائف، هذاك الشبكه السيتوبلازميه كنتو درتوها غير سطحيه على حسب اللي داروا في تي ولا بي سي. داكشي درتوه غير سطحي. دابا غادي توليو تعمقوا، غادي توليو تعرفوا ديك الشبكه السيتوبلازميه مناش تتكون، شنو هما لي بروتيين، لي جليوسيد، لي زاسيد اميني الى غير ذلك، وتعرفوا لي فونكسيون ديال كل حاجه. غادي نهضروا على لاباغاي دو غولجي الى غير ذلك. دونك في الكور كيف قلت لكم غادي تشوفوا لي تيب دي زورغانيت سيلولير، ستركتور اي فونكسيون. غادي تشوفوا غادي تاخذ واحد الخليه باغ اكزومبل، تاخذوا خليه غادي ديروا لها الدراسه كيف قلت لكم. غادي تنطلقوا من الغشاء السيتوبلازمي، غادي ديروا الدراسه ديال كل حاجه في ديك الخليه تنسميوها لا سيلول. غادي ديروا ليتود دو لا سيلول دوبوي دو l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire le membrane plasmique, l'appareil de Golgi, le noyau, etc. كاع هادو غادي ديروا لهم الدراسه في هذا الموديل.
بالنسبه لي تي دي غادي ديروا فيها تكنيك ديتود دو لا سيلول. في تي دي غادي ديروا تقريبا عندكم 5 ديال الحصص ولا 6 ديال الحصص ديال تي دي. فهاد لي تي دي اشنو هما اللي غادي ديروا فيهم؟ في لي تي دي غادي يحضر الاستاذ، غادي يدير لكم التي دي، تيكون ما تيكون التي دي تكون فلونفي. الاستاذ كيحضر كيدير لكم التي دي. شنو هو اللي كاين في هذا التي دي؟ في هذا التي دي غادي ديروا تكنيك ديتود دو لا سيلول، تقنيات الدراسات ديال الخليه. الاستاذ غادي يشرح لكم كيفاش انكم مثلا الا كنتو في التي بي اشنو هما المراحل اللي غادي تتبعوها باش انكم ديروا الدراسه ديال واحد الخليه. على سبيل المثال نتوما غادي ديروا سميتو الخليه ديال لونيو ولا البصله. هي علاش غادي تركزوا، هي علاش غادي تخدموا بالنسبه للتي بي الاولانيه. بالنسبه للتي بي الثانيه فغادي ديروا لا فلور ديال لي بيسكوس ولا كيف كتسميوها، يقدر تلقاو ما عرفتش السميه ديالها بالعربيه، ولكن هي تتسمى لا فلور دي بيسكوس، راه معروفه. تقدر تلقاو وحدها البيبان ديال الديور، كاينين شي ناس تيكونهم. المهم هي تتكون واحد الورده حمراء، غالبا غادي تكونوا شفتوها. دونك فهاد لي تكنيك غادي درسوا كيفاش انكم تعاملوا مع الميكروسكوب، كيفاش ديروا مقاطع ديال الخلايا باش تقدروا ديروا دراسه الخلايا، كيفاش ديروها في لالام، كيفاش تحركوا الميكروسكوب، كيفاش تعاملوا مع الماتيريال اللي كاين في لاصال دو تي بي. بالنسبه لي تي بي غادي يكون عندكم جوج ديال لي تي بي. التي بي الاولانيه غادي ديروا فيها الدراسات ديال غادي تخدموا فيها على البصله. التي بي الثانيه غادي تخدموا فيها على لا فلوغ ديال لي بيسكوت. وبالنسبه للتي بي الاولانيه تقريبا تتكون فيها 3 سوايع، التي بي الثانيه حتى هي تتكون فيها 3 سوايع. دونك التي بي عندكم فيها 6 ديال السوايع. utilisation du microscope optique et observation de cellules animales et végétales. استعمال ديال المكبر ولا سميت يقولوا له ميكروسكوب اوبتيك، المجهر الضوئي. حيت كاين ميكروسكوب اوبتيك، كاين ميكروسكوب الكترونيك. ميكروسكوب الكترونيك للاسف حنا ما عندناش في الجامعه. دونك نتوما غادي تاخذوا على الميكروسكوب اوبتيك، هي المجهر الضوئي. فايت لكم شفتوه في الليسي عندكم ولا في الثانويه ولا في الاعدادي، غالبا غادي تكونوا شفتوا الميكروسكوب اوبتيك. دونك غادي توليو تخدموا، كل واحد غادي يولي عنده ميكروسكوب اوبتيك ديالو بوحدو غادي يولي يخدم عليه. دونك غادي ديروا لوبسيرفاسيون دو سيلول انيمال اي فيجيتال، غادي ديروا واحد الملاحظه ديال خلايا حيوانيه ونباتيه. انطلاقا من ليكزامبل اللي غادي ديروا غيوري لكم الاستاذ كيفاش غديروا. دونك نتوما غادي توليو تطبقوا داكشي، غنقول لكم كيفاش غديروا. دونك نتوما كتهزوا داكشي، كتهزوا الميكروسكوب ديالكم. حيت اول حاجه في الاهتمام بينا في الاس ان، اول حاجه تتعلموها في الاس ان خصكم تعلموا الميكروسكوب مزيان. حيت في الاس 2 ما باقيش تيوريك الاستاذ، ما باقيش تيجي عندك يهضر معاك على الميكروسكوب، تيعطيك العمل ديالك انت دبر راسك مع الميكروسكوب ديالك. دونك انا تنصحكم في الاس ان انكم تركزوا مزيان، انكم تشدوا الميكروسكوب مزيان، تعرفوا كيفاش تعاملوا معاه. حيتاش باغ اكزومبل نهار الامتحان تيعطيكم الجي مقاطع ولا تقادوا شي حوايج، انت على الميكروسكوب ديالك خصك تعرف كيفاش تعامل معاه. فاش كتكون تدوز الامتحان كيعطيوك مثلا دير لنا هاد الخليه ديال البصله، انت خصك دير الميزو بوان، كيفاش طلع عادي، انت غدير هادي شحال ديال الضوء غادي دير، شحال فينا اش من تكبير غدير الى غير ذلك. دونك هادو كاملين تيجي عندك الاستاذ فاش تتسالى سميتو هذاك ديالك، تيجي عندك الاستاذ تتعيط عليه تتقول ليه هكا، تيقلب لك الميكروسكوب كامل دوك المراحل، واش احترمتي داكشي اللي كان تيقول لك الاستاذ، داكشي اللي كان تيعلمك الاستاذ. دونك داك الميكروسكوب راه فيه واحد 50% ديال النقطه اللي غادي تجي في الامتحان ديال التيبي راه كاينه على داك الميكروسكوب. دونك تنقول لكم انا ما تهملوش الميكروسكوب، حاولوا انكم تعلموه. راه كاينه الا دخلتوا لجوجل، الا دخلتوا اسمحوا لي الا دخلتوا اليوتيوب غادي تلقاو كيفاش انكم كاين واحد الفيديو ديال الجامعه نيت شرح فيها استاذه كيفاش انكم تعاملوا مع الميكروسكوب. المهم ادخلوا اليوتيوب غادي ديروا يوتيليزاسيون دو ميكروسكوب، غادي يطلع لكم ديال ايكا، ولا غادي ديروا دخلوا الموقع yuka.mooc يوكا موك، راه فيه ديال الجامعه، فيه دي فيديو ديال الدروس، فيه بزاف د الحوايج. دونك دابا ملي هضرنا على لي تي بي غادي نهضروا على لي شابيتر اللي هما غادي ديروا لهم الدراسه في هذا الموديل. Donc, cours de biologie cellulaire, introduction à la biologie cellulaire. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce module? Alors, on va étudier la première chapitre. Il y a 11 chapitres dans son module et plus.
Donc le premier chapitre on va consacrer la constitution chimique de la cellule. Qu'est-ce qu'il y a dans la cellule chimiquement, comment se produit cette cellule. اشنو فاش كتكون كي لي كونستيتيون شيميك ديال لا سيلول، شنو هما المكونات الكيميائيه ديال الخليه، مثلا البروتينات، لي جلوسيد، لي زامين، لي اسيد اميني الى غير ذلك. هما لي كونستيتيون شيميك دو لا سيلول، المكونات الكيميائيه ديال الخليه. هادشي في الشابيتر الاولانيه اول من، ولكن من بعد قبل الشابيتر الاولانيه غادي ديروا لواحد لانتروداكسيون على بيولوجي سيلولار، غادي ديروا واحد تقديم قبل تقديم البيولوجيا الخلويه، غادي تعرفوا منين جات، كيفاش داروا تكتشفوا اول من اكتشف الخليه فهو تيكون هو روبرت هوك، تقريبا شي سنه 1600 ما عقلش على التاريخ. المهم روبرت هوك هو اللي دار اكتشاف ديال اول خليه. دونك غادي ديروا تقديم عام على الخليه، شكون اكتشفهم، المراحل اللي ولات عليهم توصلت ليومنا هذا. من بعد غادي دوزو للشابيتر الاولاني. الشابيتر الاولاني كيف قلنا لا كونستيتيسيون، لي كونستيتيسيون شيميك دو لا سيلول، المكونات الكيميائيه ديال الخليه. في لا شابيتر 2 vous voir la membrane plasmique, le غشاء السيتوبلازمي. في شابيتر 3 vous voulez voir les hyaloplasmes. ما تتقراش هيالوبلازم، تتقرا ايالوبلازم ولا تسميوها الجبله الشفافه. هاد المصطلحات العلميه دونك انا تنقول لكم ماشي بالضروره انه يكون عندك مع الفرنسي باش انك تفاليدي الموديل ديال البيولوجي سيلولير ولا الموديلات الاخرين. فملي تكون تدخل لها كتولي كتقرا مصطلحات علميه جداد ما عندهمش لا علاقه عندهم مع الفرنسي اللي كنت تقرا. ديك الفرنسي اللي كنتي تقرا ما عندك ما تقشبل بها. هنا كاينين مصطلحات علميه جداد غادي تسمعهم الاول مره. داكشي علاش تنقول لك انا شد هاد المصطلحات العلميه مزيان، مثلا لا ممبران بلازمي، كونستيتيسيون شيميك دو لا سيلول. الا كنتي غير كتقرا هادشي وكتعاودو راه هادشي غادي تولي حاط في ضد دماغك من غير ما تكونش عندك كاع مع الفرنسي وتفاليدي الموديل. تنعرف انا الناس ما عندهم مع الفرنسي ما تيقشبلوا فيه والو، مفاليدينو باحسن نقطه كاع تيجيبوا فيه 15 16 في هاد الموديل ديال البيولوجي سيلولار، حيت هو راه واخا تيبان لكم صعيب ولكن هو راه اسهل من بين اسهل لي موديل اللي كاينين في اس 1. اس 1 كامله الا مثلا الا دزتو الاس 2 غادي تولي تتبان لكم اس 1. الا دزتو ان شاء الله الاس 2 فاليديتي كلشي غادي تولي تتبان لكم اس 1 راه والو، بحال الا كنتو غير كتفلو. اس 1 راه دايره بحال الشكلاط دغيا تفاليديها. كاينين فيها لي موديل ديالها ساهلين، ما عدا نقول لكم اس 2 كاينين فيها شي موديلات اللي هما صعاب شويه، ولكن مع الخدمه حتى حاجه ما صعيبه وحتى حاجه ما سهله. دونك مع الخدمه تيجي كلشي. دونك راه نرجعوا مع الشابيتر 3 قلنا فيها هي لو بلازم ولا الجبله الشفافه. شابيتر 4 لي ريبوزوم، غادي تهضروا على لي ريبوزوم. فاش كنتو شفتوا ريبوزوم واحده كبرى واحده صغرى كنتو شفتوهم في الباك، كنظن كنتو شفتوهم في الباك لي ريبوزوم. دوك الوحده الصغرى الوحده الكبرى، الترجمه ديال لا دي ان لا غين. دونك غادي تشوفوا الريبوزومات غادي توليو تعمقوا فيهم مزيان، تعرفوا اكثر على الريبوزومات، مناش تتكون الوحده الكبرى مناش تكون الوحده الصغرى، كيفاش كيتم الترجمه ديال لا دي ان وديال اغين. Chapitre 5, vous voir le réticulum endoplasmique. On va parler dans le chapitre 5 sur le réticulum endoplasmique, les constitutions de le réticulum endoplasmique, comment se forme le réticulum endoplasmique, à partir de quoi, etc. Donc le réticulum endoplasmique بالعربية هي الشبكة السيتوبلازمية. غادي تشوفوا المكونات ديال الشبكة السيتوبلازمية، كيفاش هاد الشبكة السيتوبلازمية كيفاش كتكون ومنين كتكون، شنو هما المكونات ديالها. Dans le chapitre 6, on va voir l'appareil de Golgi. Pourquoi on les appelle appareils de Golgi? Parce que العالم الاول اللي لقى هاد l'appareil de Golgi اسمه l'italien Golgi. داكشي علاش سموه l'appareil de Golgi. هو اكتشف هاد l'appareil سموه على سميتو l'appareil de Golgi. في هاد الشابيتر 6 غادي تعاودوا تدرسوا l'appareil Golgi، مناش كتكون، شنو هي الوظيفه ديالها الى غير ذلك. في الشابيتر 7 غادي ديروا لي ليزوزوم، انتم عارفين لي ليزوزوم. الشابيتر 8 غادي ديروا لي بيروكسيزوم، هادو كاع ما عنديش الترجمه ديالهم بالعربيه. غادي ديروا لي ميتوكوندري انتم عارفينهم فايتهم قريتوهم، ولكن غادي توليو تعرفوا على لي فونكسيون ديالهم اكثر. شابيتر 10 غادي ديروا لي كلوروبلاست، انتم عرفتوهم تيكونوا عند الاوراق ديال النباتات. في اخر شابيتر غادي ديروا لو نوايو.
دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وطابوناو معنا. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نديروا التصحيح ديال الامتحانات ديال جميع الموديلات ديال اس 1 حتى اس 2 ان شاء الله. شكرا على الانتباه ديالكم.